مستمع راديو عيش حياتك، اجمع طالعين هوا. راديو عيش حياتك، راديو النجوم. عيش حياتك مع النجوم على تليفون 2 401 75 70. راديو عيش حياتك، راديو النجوم. 3 2 1 on air. ودلوقتي جه ميعادنا مع الكابتن محمد إبراهيم وعيشها كورة. راديو عيش حياتك. واهلا وسهلا بكم وحلقه جديده من برنامجكم عيشها كوره مع محمد ابراهيم وعلى راديو عيش حياتك. عوده الدوري الممتاز اتلعب على مدار اليومين اللي فاتوا مباريات الدوري الممتاز، ورجع بعد غياب حوالي 50 يوم. طبعا الدوري رجع وبنتمنى انه يكمل. هو اي نعم رجع على فترات، يعني هو رجع على شكل اسابيع معينة، بعد كده هنوصل بعد 3 أسابيع يبدأوا يحطوا جدول تاني لباقي الدوري. احنا بنتمنى يكون الدوري محطوط له الجدول من اول الاسبوع اللي رجع فيه الى حد النهاية، عشان تبقى كل الفرق عاملة حساباتها واحتياطاتها وتشوف هنشتغل ازاي. طبعا هنقابل مشاكل عشان رمضان والمباريات تتلعب الصبح وفي صيام يعني هنتمنى نشوف الحاج عامر حسين يشوف هيعمل لنا ايه في الازمات دي، ونتمنى ان الدوري يكمل على خير. اتلعب الاسبوع دوت 10 مباريات كاملين، كانت نتائجهم كالتالي: الجونة يتعادل مع الأسيوطي 1-1، كان أحرز للجونة اللاعب سعد حسني من ضربة جزاء، ثم تعادل الأسيوطي اللاعب الأفريقي نكانة، وبذلك انتهى المباراة بالتعادل. ومصر المقصة بيفوز على دمنهور في الدقائق 10 الأخيرة بهدف محمود وحيد، وينتهي المباراة 1-0. حرس الحدود والنصر بيواصل صحوته اللي كان قبل ما الدوري يتوقف ماشي فيها بصراحة، وقدر يفوز على حرس الحدود بهدف أحرزه اللاعب أحمد فيليكس. طبعا أحمد فيليكس ده مش لاعب الغاني اللي كان بيلعب أهلي والزمالك، هو لاعب مصري كان من ناشئين النادي الأهلي، وانتقل لكذا نادي، وكان أبرزه من آخره من إنتاج الحربي، والنصر قدر إنه يتعاقد معاه في يناير، وأعتقد إن هو هتكون صفقة جيدة لنادي النصر، وبيفوز على حرس الحدود 1-0. لكن الفوز ده لسه ما قدمش نادي النصر كتير عن الثلاثي الهبوط، لكن إن شاء الله في الفترة اللي جاية لو استمر على هذا المنوال هيتقدم عن كده بكتير. بتروجيت والإسماعيلي بيفوز الإسماعيلي بعد غياب طويل. الإسماعيلي ملك التعادلات في الدوري ده، أكتر فريق حقق تعادلات هو نادي الإسماعيلي. طبعا كان مع المدرب ريكاردو البرازيلي الذي أقاده إدارة نادي الإسماعيلي، وحاليا مسكوا الكابتن طارق يحيى، وأول فوز مع أول قيادة للكابتن طارق يحيى بهدف أحرزه اللاعب بناهيني، اللاعب الأفريقي اللي تم التعاقد معاه في فترة انتقالات الشتوية. الداخلية والزمالك بيفوز الزمالك بهدفين مقابل لا شيء، أحرزهم حمادة طلبة وأحمد عيد عبد الملك من ضربة جزاء. اتحاد الشرطة في الدقيقة 94 يمكن في آخر ثانية من المباراة بيفوز على وادي دجلة بهدف أحرزه لاعب عمرو كمال، من أجمل الأهداف اللي في الأسبوع على فكرة. الهدف كان في الدقيقة 94 واتلعبت كده كرة بالكعب اللاعب الأفريقي في اتحاد الشرطة جوه ال6 ياردة، أحرزها عمرو كمال براسه في وقت يعني كان خلاص كان كل بيستعد إن المباراة تنتهي، ويفوز ب3 نقاط مهمة جدا في اتحاد الشرطة، لأن اتحاد الشرطة موقفه في الدوري مش زي ما معودنا، وهنشوف الترتيبات بعد النتائج. المصري والمقاولين، طبعا المقاولين مع حسن شحاتة غير مختلف تماما، وعمال ما شاء الله ماشي بيفوز من بعد توليه كابتن حسن شحاتة المأمورية، وأحرز هدف المقاولين على المصري اللاعب كريم الديب، وبيرتفع رصيد المقاولين وبيقترب من المربع الذهبي للدوري الممتاز. لكن نادي انبي والاتحاد هو التعادل السلبي الوحيد في الأسبوع،
والمباراة كان فيها شوية كده، يعني مش عايزين نقول أخطاء تحكيمية كتير، لكن هي كان فيها أخطاء فعلا تحكيمية. كان في ضربة جزاء بنسبة كبيرة جدا لنادي إنبي اللاعب أحمد شرويدة، ولكن الحكم ما شافهاش أو ما حسبهاش. وكان في كام أوفسايد كده لنادي الاتحاد السكندري ممكن يبقوا انفرادات، برضو الحكم حسبهم وأظن هو ما كانش فيهم حاجة. انتهت المباراة بالتعادل 0-0، وبالنتيجة دي بيبعد نادي إنبي عن المنافسة على الصدارة. سابق بقى الفرق ما بينه وبين نادي الزمالك 5 نقاط. بعد شوية نادي إنبي، لو كان فاز كان الموضوع هيختلف ويبقى الفرق 3 نقط بس، هيبقى المسافة قريبة. نادي سموحة بيفوز مع نادي الجيش. طبعا سموحة مع حلمي طولان واللعب في البطولات الإفريقية فرق معاه كتير جدا جدا، وبيقدم بصراحة مباريات قوية جدا على بعد تولي كابتن حلمي طولان، وبيفوز بهدفين مقابل لا شيء. أحرز الأهداف اللاعب إبراهيم عبد الخالق لاعب الوسط، واللاعب كواو الأفريقي للهدف الثاني. ونهاية الأسبوع كانت ما بين مباراة الأهلي والرجاء، ويفوز النادي الأهلي على الرجاء بهدفين مقابل هدف أحرزهم اللاعب بيتر إيبن بوي، والرجاء تعادل بأمير إسماعيل بضربة جزاء غريبة جدا وأثر عليها جدل تحكيمي. حتى الكابتن جهاد جريشة طلع النهارده اعتذر على الراديو النهارده الصبح، وقال ان هو ما شافهاش او ما حسبهاش، لكن هو بيعتذر على خطأ واعتذر لجمهور النادي الاهلي بشكل خاص. والنادي الاهلي طلع بيان ان هو بيشكر الكابتن جهاد جريشة على الخطأ. بس انا عندي بصراحه عايز اتكلم في نقطه، يعني فين دور خلاص اوكي انا ما عنديش مشكله، الحكم وارد يغلط وارد ما يقدرش القرار بتاعه صح، زي طبعا ما كنا بنتكلم الحلقه اللي فاتت كان معانا الكابتن نعمة رشاد، هو حكم دولي، وكلمت معاه في نقطة التحكيم بشكل عام، فقالت لي الحكم بشر وارد ان يخطأ وارد ان هو القرار يكون بتاعه مظبوط، فهو القرار خطأ انا ما عنديش مشكلة. لكن ايه علاقة القرار؟ ليه اللاين مان او الحكم المساعد او حكم الراية ده اكتر واحد يشوف اللعب؟ احنا عندنا في مصر حكام الراية بيكتفوا ان هم يرفعوا ان كانت الكرة اوفسايد او لا، ما بيتدخلوش في تغيير اي قرار. تحس كده ان هم بينتصلوا يعني، او ما بيحبش يشيل مسؤوليه، يقول لك مش عايز اوجع دماغي بقى ولا عايز اخش في قرارات الحكم حسبها، وهو اللي يشيل ذنبها، صح غلط، وهو اللي يشيل الليله. لكن ليه الحكم الرايه ما يتدخلش؟ زي ما بنشوف بره، بنشوف الحكم بيجري من على الخط كده وبيقول لا ما فيهاش حاجه، والحكم بيقدر ان هو يرجع في القرار. الكره دي فيها انذار صريح لاعب الرجاء، يديله فيها كارت اصفر للسيموليشن، تمثيل باين جدا، لكن حكم الرايه كان يعني سلبي جدا وسكت. وعندنا الموضوع ده بنشوفه حكام الرايه في مصر كلهم او معظمهم، مش عايزين نعمم، معظمهم او نسبه 99% منهم بيكتفوا فقط ان هم يرفعوا ان كانت الكره دي اوف سايد او ان كانت الكره دي فاول، لكن ما بيشاركوش الحكم في المباراه، رغم ان دي من واجباته. يعني واجب عليه ان هو لا يشارك، لو شافها ما فيهاش حاجه يقول لا دي ما فيهاش حاجه، لو شاف كره جون يرفع يقول لا الكره دي جون. لكن الحكام بصراحه عندنا في مصر سلبيين، او لاين مان سلبيين للغايه. كان بامكانيه لو ضربه الجزاء دي كانت لم احتسبت وكانت غيرت، ما كانش احرز اللاعب صلاح الدين الاثيوبي الهدف بتاع النادي الاهلي في الدقيقه 85 تقريبا، كان هيبقى غير يعني اخطاء كتير بتغير نتيجه المباراه، وانت كان في ايدك ان انت تحلها باقل مجهود. نتمنى من الحكام المساعدين يكونوا فعلا مساعدين ومعاونين للحكام اللي في الملعب. بعد النتائج دي بيكون ترتيب الجدول الممتاز كالتالي: الزمالك في المقدمة برصيد 48 نقطة، وبيليه في المركز الثاني نادي إنبي برصيد 43 نقطة، فرق 5 نقاط زي ما قلنا لكم. النادي الأهلي بيجي في المركز الثالث برصيد 39 نقطة، والنادي الأهلي له ماتشين مؤجلين. مصر المقاصة في المركز الرابع برصيد 34 نقطة. نادي المقاولين في المركز الخامس برصيد 33 نقطة، أو اللي أنا بقول عليه كابتن حسن شحاتة مع المقاولين يعني انتفض من المراكز ال 17 و 16 إلى المركز الخامس، وهو من أكثر الفريق اللي فازوا في الفترة الأخيرة، يعني من قبل توقف الدوري لو حسبناها من ساعة ما مسك كابتن حسن شحاتة بصراحة نادي المقاولين من أكثر الفرق اللي فازت برا ملعبها وجوه ملعبها.
طبعا مع غياب الجمهور فالموضوع بقى متقارب، ما بقاش فيه مشكله خالص جوه ولا بره، وحاليا المباريات بتتلعب في اراضي محايده بالبلدي كده. بيجي الاسماعيلي في المركز السادس بعد الفوز الاخير على نادي بتروجيت. وادي دجله في المركز السابع برصيد 32 نقطه. تراجع نادي وادي دجله من المركز الثالث الى المركز السابع بعد الهزيمه الاخيره. في المركز الثامن طلائع الجيش برصيد 31 نقطه. التاسع الاتحاد السكندري مع كابتن حسام حسن في بعد التعادل طبعا مع نادي انبي بقى في المركز التاسع برصيد 30 نقطة. وبيأتي في المركز العاشر بتروجيت برصيد برضو 30 نقطة، لكن في فرق الأهداف لنادي الاتحاد السكندري. والمركز ال11 بيصعد له نادي اتحاد الشرطة برصيد 30 نقطة. وسموحة في المركز ال12 بعد ما كان في المركز 17 مع المدرب الفرنسي قبل ما يمسك الكابتن حلمي طولان، لكن طبعا لعب في البطوله الافريقيه فرق كتير مع نادي سموحه، ولعب مباريات مع الانسجام اللي حصل فقدر ان هو يتقدم الى مركز ال12 بعد ما كان وصيف الدوري الموسم اللي فات الى المركز 22 برصيد مركز ال12 عفوا برصيد 28 نقطه. والنادي المصري البورسعيدي بياتي في المركز ال13 برصيد 28 نقطه ايضا، لكن سموحه بفرق الاهداف. وحرس الحدود يأتي في المركز ال14 برصيد 26 نقطة. ونادي الداخلية في المركز ال15 برصيد 24 نقطة. ونادي الجونة في المركز ال16 برصيد 21 نقطة. أما نادي الرجاء في المركز ال17 برصيد 20 نقطة. نأتي في أندية الهبوط. طبعا الهبوط السنة دي هيكون 5 فرق مش 3 فرق، فالجونة والرجاء. وبيأتي نادي النصر رغم الفوز اللي بيحققه في الفترة الأخيرة لكن لسه ما زال 14 نقطة فقط. والأسيوطي سبورت ودمنهور نفس عدد النقاط 9 نقاط لكل فريق، ويأتوا في المركز ال19 وال20 نادي دمنهور. هداف الدوري حتى هذه الجولة هو اللاعب جون أنطوي لاعب نادي الإسماعيلي. من الطريف ان اللاعب جون أنطوي اصلا انتقل الى نادي الشباب السعودي، لكن ما زال هو هداف الدوري برصيد 13 هدف. بياتي بعدهم عرف السيد لاعب نادي الجيش برصيد 11 هدف. عرف السيد بيغيب وبعدين يرجع ب 3 4 اهداف، يغيب ويرجع 3 4 اهداف، لكن هنشوف. ياتي طبعا بيجي بعديه لاعب ستانلي لاعب وادي دجله 9 اهداف، وعماد متعب برضو ب9 اهداف. نروح لمباريات الأسبوع القادم. هيكون عندنا يوم 5/4 هتبتدي المباريات ما بين نادي النصر والمصري، والمقاولين العرب يقابل مصر المقصة. مباراة مهمة جدا على المركز الرابع بصراحة، المقصة الرابع والمقاولين الخامس، فمباراة مهمة جدا جدا للفريقين. لو فاز اللي هيفوز فيهم خلاص هيخش المربع الذهبي مستريح. دمنهور والجونة والاتحاد السكندري هيقابل اتحاد الشرطة، ونادي الجيش هيقابل حرس الحدود، والإسماعيلي هيقابل النادي الأهلي في بتاريخ 8/4، ونادي الرجاء هيقابل انبي، و9/4 هيلاعب الأسيوطي بتروجيت، والداخلية مع سموحة، والزمالك مع وادي دجلة. طبعا قبل الأسبوع 24 هيكون عندنا مباريات في الدوري الأفريقي. الفرق الأفريقية الأربعة الأفارقة هيلعبوا عندنا. نادي الأهلي هيقابل الجيش الرواندي يوم 4/4، ونادي سموحة هيقابل إنيمبا، مباراة قوية جدا في اسكندرية يوم 5/4. طبعا في الذهاب فاز نادي إنيمبا بهدف على سموحة، وسموحة يحتاج إن هو يكسب بأكثر من هدف نظيف، لأنه ما ينفعش يدخل في جون في مصر، إما يصعب عليه المأمورية كتير. ولو فاز بهدف هيلعب ضربات جزاء زي ما حصل مع نادي أهلي طرابلس وساعد نادي سموحة. نتمنى الفوز لنادي سموحة والنادي الأهلي. طبعا المباراتين دول في مباراة الدوري أبطال أفريقيا. ونروح للكونفدرالية. ناديين مصريين، بتروجيت هيقابل ديوليبا المالي يوم 4/4، وانتهت مباراة الذهاب بفوز ديوليبا المالي بهدفين مقابل هدف لبتروجيت. بتروجيت لو كسب 1-0 في مصر يصعد مباشرة. وعندنا المباراة اللي بعدها والأخيرة نادي رايون سبور
هيقابل الزمالك، ودي هيسافر لها نادي الزمالك، وتتلعب ان شاء الله يوم 5/4. انتهت المباريات هنا كانت بالنتيجة 3-1 لنادي الزمالك، لكن ريال سبورت بيقول ان هو على ملعبه بيكسب، لكن نتمنى الفوز ان شاء الله لنادي الزمالك. حتى كان المدير الفني لنادي الزمالك البرتغالي اعلن عن قلقه بسبب فوز النادي الرواندي على ملعبه في الفترة الأخيرة، فحذر اللعيبة كتير من الموضوع ده. بكده بيكون انتهينا من الجولة الأسبوع دوري المصري والمباريات المقبلة، ونروح لسؤال حلقتنا النهاردة. سؤال حلقتنا النهاردة: ايه رأيك في مستوى المباريات بعد عودة الدوري الممتاز؟ طبعا احنا سألنا السؤال دوت عشان لو عملنا إحصائية بسيطة جدا ما بين آخر أسبوع اتلعب فيه الدوري المصري اللي هي قبل توقف الدوري بعد أحداث دور الدفاع الجوي، هنشوف إن عدد الأهداف اللي حصلت في الأسبوع الأخير ده كانت 28 هدف. 28 هدف على 10 مباريات، يعني بمعدل تهديف 2.8، يعني ما يقرب من 3 أهداف في المباراة الواحدة. بعد عودة الدوري والأسبوع الأخير اللي اتلعب امبارح وأول امبارح، نتيجة عدد الأهداف كانت 14 هدف فقط، يعني نزلنا 50%، نزلنا النص بالظبط. أحب أعرف رأيكم، وإن شاء الله شاركونا على الويب سايت بتاعنا، وابعتولنا على الراديو عيش حياتك، أو ابعتولنا على البيج الرسمي بتاعنا عيشها كورة على الفيسبوك، أو كلمنا على 2-401-75-70. نطلع فاصل ونرجع مرة تانية مع برنامج عيشها كورة. كريم محسن كريمة محسن. ايوه بقى يا اسطى. كريم محسن البت دي مش طبيعية، بتبص هي حلوة قوي الجو ده، دي لبنانية ودي مغربية، مش دي القضية، حلوة قوي الجو ده، ضحكة سورية بعيون مصرية، زوينة تونسية، بشوش عليا البصادية، بتكسر فيا، حلوة قوي الجو ده، كله يقرب مني عالطبلة يلا نغني، حلو قوي الجو ده يلا نرقص لا 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 لا. دي جميلة ودي بتفيرة، دي بيانسي دي ولا شاكيرة، لا دي ريانا اهيانا، لابسة شورت دولتشي ان جابانا، دي جاتو دي اختي يارو، اجمل من هيفا وجيدو، قلبي من اللي شايفه خطفته، دي لبنانية ودي مغربية، مش دي القضية، حلو قوي الجو ده، مش عليا البصادية، بتأثر فيا، حلو قوي الجو، كله يقرب مني عالطبلة يلا نغني، حلو قوي الجو ده، اديني فرصة خليني أعبر
بتلخبط، دماغي قفلت مش عارف افكر، الجمال ده لازم يتقدر، مصرية عسلية السكر. انا عارف انك اصيلة بنت بلد اخلاقك جميلة، طيب ليه بقى التناكة؟ كل اللي عايزه منك صداقة، انت مغربية سلام بالظبط في الكازابلانكية، كيا تأثر فيا، انا ممكن اعمل خطوة بعد القوتية، شي بجنن شي بعقل، شو هالجمال يخرب عقلك مش مصدق، لك بدي بوسة لك بدي دلعة، تقبرني للريح. عايشينها كورة مع الكابتن محمد إبراهيم. ورجعنا تاني ومكملين برنامج عيشها كورة مع محمد إبراهيم على راديو عيش حياتك. في بداية الأسبوع أقيمت مباراة ما بين المنتخب الوطني المصري للقيادة الأولى للمدير الفني الأرجنتيني هيكتور كوبر مع منتخب غينيا الاستوائية، وفاز المنتخب المصري بهدفين أحرزهم باسم مرسي الهدف الأول، وبهدف الثاني أحرزه اللاعب محمود حسن تريزيجيه لاعب النادي الأهلي. كتجربة وكبداية أولى بداية كويسة يعني من ناحية التعارف. طبعا اللي احنا عايزين او عايز اقول ان اللي هيكتور كوبر ملحقش يضم اللعيبة ولا لحق ان هو يعمل اي حاجة، هو اللي ضم اللعيبة الكابتن أسامة نبيه، هو المدرب المساعد. يعني كانت لأول مرة يشوفهم الكابتن او المدير الفني هيكتور كوبر، ويعني اتبسط من الناس ولسه قال لسه نصبر على ناس تانية، مش ده المهم. المهم ان احنا قدمنا مباراة جيدة المستوى، واللي كان لافت للأنظار مش المباراة نفسها قد الأحداث التي جت بعد المباراة. معايا خبر هقوله، وبعد ما أقوله نبقى نشرحه براحتنا. مجلس الجبلية يقاطع الشركة المنظمة للمباراة بسبب أزمة 12,000 يورو. سادت حالة من الاستياء داخل بعثة فريق غينيا الاستوائية عقب الأزمة التي نشبت بنهاية مباراتهم مع المنتخب الوطني باحتجاز الجبلية جوازات سفرهم لعدم تسوية أمور مالية مع المنتخب الغيني والشركة المنظمة للقاء. وهدد اتحاد غينيا الاستوائية بشكوى الاتحاد المصري إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بسبب سوء المعاملة والتحفظ على جوازات سفر البعثة، وإجبارهم على دفع مبلغ 12,000 يورو بالشكل الذي أغضب الاتحاد الغيني، خصوصا أن الاحتجاز في الفندق وصل لمدة تزيد عن 4 ساعات قبل أن يقوموا بدفع المبلغ لارتباطهم بالسفر إلى المغرب لخوض مباراة ودية أمام كوديفوار، في الوقت الذي يتسلح فيه اتحاد الكرة بعقود المباراة وما بها من اتفاقات بين الطرفين. وقال علاء عبد العزيز ان علاء عبد العزيز ده المدير الاداري للمنتخب ان الاتحاد الكرة تعامل مع الوضع طبقا لشروط التعاقد مع الشركة المنظمة، وان المبلغ المشكلة كان من حق الشركة الراعية للجبلية. وقرر اتحاد الكرة مقاطعة الشركة المنظمة للقاء بشكل نهائي بسبب الأحداث بسبب الأحداث التي شهدتها والتي تهدد سمعة مصر في الخارج. وكانت أزمة حجز المنتخب الغيني بدأت عندما أعلنت الشركة المنظمة للمباراة عن تحمل تكاليف نقل المباراة من المغرب إلى القاهرة. دي خلونا أشرحها لكم وإحنا مع بعض كده واحدة واحدة. البداية المفروض إن المباراة دي كانت تتلعب في المغرب، وأظن كانت في المغرب دي مش عارف بسبب إن الشركة الراعية محددة ملعب هناك، ولا عشان الأحوال الأمنية التي كانت بتمر بها البلد، أو عشان خاطر ما كانش بيتلعب دوري في مصر والشرطة ما كانتش بتأمن المباراة، حاجة زي كده. ما علينا. وقت التعاقد يعني المفروض بعد ما الأوضاع استقرت، طبعا من الطبيعي أو من الأفضل إن المباراة تتلعب جوه مصر وفي ملعبنا. وطبعا كانت بعد في فرق تكاليف ما بين السفر وحجوزات وكده من المغرب لمصر هم 12,000 يورو، ومن الطبيعي ان اللي بيدفع ال 12,000 يورو ده الشركة المنظمة للقاء. تقوم بقى الشركة المنظمة دي تطلب من الاتحاد المصري ان الاتحاد يدفع لها ال 12,000 دولار يعني سلف يعني،
لحد ما المباراة تتلعب. يعني الشركة المنظمة علاقات طبعا جوه الاتحاد، قالوا لهم لا يا جماعة طب ادفعوا لنا انتوا ال $12,000 عقبال ما احنا نيجي ونبقى نسد المبلغ ده بعد المباراة ما تتلعب المباراة وتخلص، ويجي الاتحاد المصري يدور على الشركة المنظمة او على المسؤول للشركة المنظمة عشان ناخد ال $12,000 بتوعنا. مفيش. الشركة المنظمة قالت لنا لا ملناش دعوة، مش هندفع حاجة. طبعا الاتحاد المصري في مشكلة، دافع $12,000 سلف يعني. نعمل ايه؟ راحوا حاجزين على جوازات سفر البعثة الغينية كلها، وحجزوهم في الفندق اكتر من 4 ساعات. طبعا كان المسؤول او كان المتصدر نيابة عن الاتحاد المصري كان اللي هو علاء عبد العزيز، هو المدير الاداري للمنتخب. قال لهم لا مفيش حل غير ان انتوا تدفعوا ال $12,000. من هنا لهنا ومن هنا لهنا كملوا دفعوا ال $12,000 البعثة الغينية. وكان كمان ناقص يعني، او الطريف في الموضوع ان هم بعد ما دفعوهم لقوا ناقصين €200. فراح علاء عبد العزيز رجع لهم تاني قال لهم الفلوس اهي ناقصه €200. راح مكملها احد اعضاء البعثة عشان عايز يسافر. هم بصراحه كانوا عايزين يخلصوا يعني ان هم يسافروا. على فكره كان عندهم ماتش بقى في المغرب برضو مع كوت ديفوار، فكانوا عايزين يلحقوا يسافروا المغرب عشان يلعبوا الماتش، لان الماتش كان في نفس الاسبوع. فراحوا دافعين ال €200 كمان وراحوا مسافرين. طب ده اسمه كلام؟ طب هو احنا لو بنتعامل مع شركات محترمه كنا اتحطينا في الموقف ده؟ اكيد لا. الشركه المنظمه لو ليها اسم في السوق كده زي ما بنقول، اكيد مش هتحط منتخب او مش هتحط اتحاد في موقف زي دوت، ومش هتتنصل من دفع مبلغ من المفروض ان هو عليها. هو علاء عزيز قال لك ان احنا متسلحين عشان لو حصل ان هم شكونا ولا حاجه، لا احنا متسلحين بحقوق التعاقد. طب ماشي يا سيدي، احنا يعني ما عندناش مشكله. طب ليه نتحط في موقف زي ده؟ ليه نتعاقد مع شركات يعني ملهاش يعني ما ينفعش؟ شركات نصابه بالبلدي كده، شركات نصابه. اللي يعمل حركه زي يبقى نصاب. لما واحد يجي يقول لك هات فلوس سلف وبعد كده يقول لك لا انا ما خدتش منك حاجه، ما اكيد انت تقول عليه نصاب. فليه نتحط في موقف زي دوت؟ ما احنا مش عايزين بقى ندخل في تفاصيل التعاقدات اللي بتتم جوه اتحاد الكوره ونقول ونفتح دي محتاجه حلقات، مش محتاجها تتقال في جزء من الحلقه دي. الموضوع ده محتاج حلقات كبيره جدا، لان الموضوع مش سهل. ان انت تتعاقد مع يعني شركه منظمه، وتيجي الشركه المنظمه تقول لك لا انا مش هدفع لك حاجه، مالكش عندي حاجه. ده كلام ما يصحش. منظرنا هيبقى عامل ازاي؟ ما انت كده يعني احنا عمالين نحلها من حته، تعقدوا لنا من حته، عمالين نحلها من حته الامن. يا جماعه تعالوا العبوا وما تقلقوش، احنا بقى عندنا دوري وبنلعب وفي امن وفي تامين وكل حاجه تمام التمام. تحلها لنا بخطا اداري او مش عارف ازاي. احنا ازاي طب ما دفعناهم ليه؟ هم مش هم مطالبين هم يدفعوهم؟ هم اللي يدفعوهم، احنا ما ندفعش حاجه. ليه نتحط في موقف زي دوت ونحجز الناس والناس لا مش هتسافروا، والناس تدفع الفلوس والشركه لا تدفع، وفي الاخر تقول لك احنا لا احنا بنقاطع الشركه المنظمه. طب احنا تعاقدنا اصلا مع شركه بسمعه سيئه زي دي ليه من البدايه؟ وانت جاي تقاطع؟ لا انت المفروض ان انت يعني تحاكمهم. الناس دي عملت معانا كذا 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 كذا، عشان برضو يبقى الموضوع رأي عام. والناس لو راحوا قالوا علينا بره كده، ما احنا كده خلاص. دي كمان دي غينيا الاستوائيه. يعني لما غينيا الاستوائيه تشتكي مصر، يبقى منتخب كبير مثلا زي فرنسا ولا زي البرازيل والناس دي تيجي تعمل ايه في مصر بقى؟ لا انا شايف ان الموضوع محتاج ان هو يكون فيه تحقيق كبير، وكفايه عك وكفايه تعاقدات مع شركات بالمصالح. وانا بعني ما اقوله ان التعاقدات مع الشركات وجميع الشركات اللي بيتم التعاقد معها داخل مجال اتحاد الكوره بتتم بناء على المصالح الشخصيه، وليس على الكفاءه وليس على اي حاجه خالص. فكفايه بقى مصالح. احنا عايزين نبص لمنتخبنا، احنا عايزين ربنا يكرمنا ونوصل لافريقيا. احنا دلوقتي كان زمان طموحنا نوصل لكاس العالم، دلوقتي احنا طموحنا عايزين نوصل لافريقيا اولا، وبعد كده نبص لكاس العالم. احنا بقى لنا 3 دورات متتاليه ما بنلعبش في افريقيا، اللي احنا واخدينها 3 مرات متتاليه. طب ازاي؟ فالموضوع محتاج وعايز اقول ان الكوره مش مجرد ان 11 لعيب بيلعبوا عشان يوصلوا بس، لا الموضوع بيكون في حاجات كتير جدا قبل المباراه وفي الكواليس لا الموضوع مش مجرد زي النادي الاهلي. بنشوف النادي الاهلي نجاحه الاداري بيبان عليه في الملعب، وبناخد بطولات حتى في اسوأ حالاته. حتى يعني النادي الاهلي ما فيش
فترات بيمر بيها بأسوأ من الفتره اللي بيمر بيها. رغم كده جاب لنا الكونفدراليه وكان بينافس، وكان سهل جدا يرجع بالسوبر الافريقي. ويعني لو كان في نسبه حظ بسيطه للنادي الاهلي كان كسب المباراه هناك. لكن النادي الاهلي عنده استقرار في الاداره وعنده إدارة جيدة، بيقدر يفوز حتى في أسوأ حالاته. فالموضوع إن الاستقرار الإداري من اتحاد الكورة ومن الجهاز المعاون للمنتخب ده بيؤثر بشكل كبير جدا على الفريق أو على المنتخب بحد ذاته. مش فكرة إن أنت عندك 11 لعيب بس بيلعبوا ويجيبوا بطولات، لا، في حاجات كتير قوي إحنا محتاجين نظبطها جوه اتحاد الكورة، ونتمنى يكون اتحاد كورة أفضل من اللي موجود. طبعا بعد المباراة غادر طبعا المنتخب، ان هو كان عامل معسكر مغلق كده مدته قصيره. غادرت اللعيبه كلها، وكل واحد رجع على النادي بتاعه عشان استكمال الدوري. والمحترفين طبعا كان عندهم اجازه كده عشان كان الاسبوع دوت فيه مباريات وديه، او في الاجنده الدوليه في مباريات وديه، فعندهم شبه اجازه اسبوع. فيهم اللي رجع للنادي بتاعه، وفيهم اللي فضل ان هو ياخد راحه كده في مصر شويه. و مفيش من اللعيبة الدولية اشتركوا مع أنديتهم وفضلوا قاعدين في مصر. في طبعا عندنا حاجة في الجهاز بتاع المنتخب إن بيدوروا على مدرب أحمال وطبيب للفريق. يعني اعتذر طبعا الدكتور مجدي عبد العزيز وما راحش يتولى الموضوع، قال لك إن هو مش فاضي. مش طبعا على فكرة المدربين دولت، يعني الطبيب ومدرب الأحمال ده بيبقى عنده عيادات كتير في مصر، فاعتقد هي بتجيب له بيزنس احسن من هو يبقى مش محتاج رايح يمسك المنتخب وحاجات. هم بيدوروا على مدرب احمال وطبيب للفريق. و يعني مش في يعني ترشيحات كده ما بين ابرز 2 ممكن يمسكوا المهمه دي، في الدكتور ماهر عبد الواحد والدكتور مصطفى المنيري. هيتم الاستقرار على واحد فيهم وسيتم الاعلان عنه. نطلع فاصل. قبل ما نطلع يا ريت تجاوبونا على سؤال حلقتنا النهارده. قول لنا رايك في مستوى المباريات بعد عوده الدوري الممتاز. ابعت لنا على الويب سايت بتاعنا على راديو عيش حياتك، او كلمنا على 2 401 75 70 وقول لنا رايك بنفسك، او ابعت لنا على البيج عيشها كوره على الفيسبوك واحنا نقول رايك. فاصل ونرجع تاني. لو عندك كلام
كورة مع الكابتن محمد إبراهيم. ورجعنا تاني ومكملين برنامج عيشها كورة مع محمد إبراهيم على راديو عيش حياتك. ومع يعني تتابعات المباراة اللي لعبها المنتخب، نروح بقى لواقعة تانية حصلت أيضا بعد مباراة مصر وغينيا. بطلها اللاعب نادي الزمالك، لاعب الدولي كابتن باسم مرسي. باسم مرسي لاعب لنادي الزمالك من أكبر الأندية في أفريقيا، كمان مش هنقول في مصر، ولاعب منتخب مصر. فوجئنا إنه نزل يعني بعد المباراة مباشرة، يعني مباشرة، مش هقول لك بعد المباراة بيوم، لا بعد المباراة مباشرة. وهقول ليه أنا بدأ على كلمة مباشرة دي بعد كده. هو في بداية الحوار نزل مباراة لابس الفانيلا رقم 22. طبعا رقم 22 ده رقم المقدس عند جماهير الكرة المصرية عامة بشكل عام للنجم محمد أبو تريكة. يمكن أنا شخصيا كنت متوقع إن صلاح هو اللي يلبس الرقم ده، لكن فوجئنا إن باسم مرسي نزل برقم 22. مفيش مشكلة، ما علينا. بعض من جمهور النادي الأهلي زعل ان باسم مرسي هو اللي لبس الرقم ده لاسباب انا مش حابب اتكلم عنها دلوقتي، وبداوا يكتبوا على الصفحات على الفيسبوك. بس هم كتبوا والمباراه شغاله، يعني هو الناس فوجئوا ان هو نازل بالرقم ده وكتبوا والمباراه شغاله اوريدي، اصلا الماتش بيتلعب. وكتبوا على الفيسبوك وعلى تويتر ان مش حابين ان باسم مرسي هو اللي يلبس الرقم دوت ومش عارف ايه. شغل جمهور، شغل او بعض من الجمهور، او شغل ناس عموما شباب عادية جدا قاعدة على الفيسبوك او قاعدة على تويتر وبيكتبوا عادي، يعني زي ما بيحصل في العالم كله. بعد المباراة مباشرة انا عايز افهم، لحقت امتى يا كابتن باسم مرسي عرفت كل اللي حصل دوت والناس انتقدتك ومش انتقدتك ما علينا. طلع متصور بالتيشيرت رقم 22 وماسك قرن فلفل احمر في ايده مشطشط يعني، ومطلع لسانه. لاعب منتخب مصر الدولي طلع متصور ماسك التيشيرت بتاع منتخب مصر عليه رقم 22 وماسك قرن فلفل احمر في ايده ومطلع لسانه. الصورة نزلت على الفيسبوك وعلى الانستجرام ونزلت على كل المواقع، وقال يعني بيغيظ الناس اللي بتنتقده. طب انا حابب اقول لك حاجة، جمهور الاهلي زعل من ادارة النادي الاهلي لما محمد فاروق لاعب نادي المقاولين وقتها النادي الاهلي اتعاقد معاه وجه وسمحوا له ان هو يلبس رقم 22. ما شفناش محمد فاروق ولا طلع لسانه ولا اتصور بالتيشيرت ولا زعل من الجمهور ولا عمل اي حاجه. وده لاعب النادي الاهلي جوه النادي الاهلي، والنادي الاهلي ونفس الجمهور اللي انت بتطلع لهم بتغيظهم وبتطلع لهم لسانك وماسك لهم قرن فلفل في ايدك التانية وتقول لهم، يعني انا مش عايز اقول اللفظ بالذات لان هو كان كاتب على يعني واتساب بتاعه، كان كاتب في الستيتس بتاعته اصلا انا حراق، فانا برضو ده عشان كده كان ماسك قرن فلفل احمر يعني. عامه مش عارف، يعني انا مش عارف ابدا منين ولا اقول ايه لما لاعب دولي يطلع بالمنظر ده للناس وللجمهور وبيعادي جمهور نادي الاهلي. او هو طلع على على قناه في احدى القنوات الفضائيه راجل وقال لك ان هو ما عندوش مشكله مع جمهور النادي الاهلي بشكل عام، لكن في بعض من جمهور النادي الاهلي وهو اللي اتصور لهم الصوره ديت، وان هو براحته يتصور بقى اللي ماسك قرن فلفل ماسك قوطه زي ده نفس اللفظ اللي هو قاله. دي حاجه انا احتفل براحتي. هو الراجل ده كان كلامه بيقول لك انا اطلع بقى اتصور زي ما انا عايز، دي حاجه ما حدش ليه دعوه يعني بيها يعني. طيب دلوقتي كابتن باسم مرسي عارف ان هو بموقف زي ده قادر يعمل فتنه ما بين الجمهور. ما انت اكيد لما هتنزل صوره ليك بالمنظر ده في من جمهورك من جمهور نادي الزمالك اللي مش هيهمه الوضع قوي او مش هيهمه موضوع ان ده بتاع ابو تريكه او مش بتاع ابو تريكه، ويبدا اصل باسم مرسي لعيب كويس ويقول كلام، يطلع واحد تاني يغلط وينتقدك، يروحوا هما الاثنين
شاتمين في بعض، يروح الموضوع ينتقل الى بيدجات النادي الاهلي الرسميه ونادي الزمالك الرسميه، وممكن يوصل التراس اهلاوي والتراس زملكاوي، ويبدا من هنا حرب، وتبدا من هنا مش عارف يتعمل ايه ويتعمل ايه. هو احنا بنحل يعني باليمين واللعيبه برضو مش قادره تساعد بالشمال؟ عايز افهم. انت ممكن كده تعمل فتنه بين الجماهير، هتلاقي اللي بيشجعك وهتلاقي اللي بيغلط فيك، وزي ما قلت لك هيردوا على بعض، الموضوع هيكبر ويتنقل ويتنقل ويتنقل. فلا مش دي الطريقه اللي انت ممكن ترد بيها على ناس حتى لو بتنتقدك، ولا دي عقليه لعيب كبير بيلعب في نادي كبير، ولا منتخب مصر. العقليات لازم تكون اكبر من كده، لان ده مش تصرف يليق بلاعب بيمثل المنتخب المصري. وكونك لاعب في المنتخب والنادي من اكبر الانديه على مستوى القاره الافريقيه، المفروض ان يكون تركيزك في الملعب مش مع الجماهير او بعض الجماهير اللي انت متضايق منهم وبتتصور لهم وزعلان قوي منهم وتبدا ترد عليهم بطريقتك، لان ده مش في مصلحتك ولا في مصلحه المنتخب. وفي تجارب كتير جدا قبليك ركزوا مع الجمهور وانتقادات الجمهور والتفاعل مع الجمهور بنفس الاسلوب بتاعك بالظبط، تغيظهم ويغيظوك وتغلط فيهم وهم يغلطوا فيك، نفس الاسلوب اللي انت اتعاملت بيه مع الجمهور اللي انتقدك. بس هم خسروا ما كسبوش. يمكن عندنا من ابرز النماذج اللي كانوا بيتعاملوا مع الجمهور بنفس الاسلوب احمد حسام ميدو وابراهيم سعيد. يعني مفيش حد يختلف على موهبه الاثنين. احمد حسام ميدو هو فعليا من انجح اللاعبين المصريين احترافا، مفيش لعيب مصري قدر يحقق لحد دلوقتي اللي عمله احمد حسام ميدو. لعب في انديه كتير جدا عالميه، ماشي على خطوه محمد صلاح مفيش مشكله، لكن احمد حسام ميدو هو اول لعيب يقدر ينجح بره بالمنظر القوي اللي هو نجح فيه. لكن بعد ما بدأ يتجه لتويتر ويبدأ يتعامل مع الجمهور والناس تقول له اصل انت وزنك زايد، راح هو شاتمهم، اصل انت بتدخن ونزلوا صوره وهو بيدق، راح هو شاتمهم ويبدأ يقول محدش عارف ايه والكلام ده كله. يمكن حتى في بدايته من ساعه ما خرج من نادي الزمالك وراح لنادي جنت البلجيكي ومرورا بالعديد من الانديه الكبيره اللي لعبها احمد حسام ميدو زي اياكس الهولندي ومارسيليا الفرنسي وتوتنهام الانجليزي وروما الايطالي، لعب انديه كتير جدا وانديه كبيره جدا. وفي الفتره دي ما كناش بنسمع عنه غير كل خير، يعني بصراحه كنا بنسمع ان هو مش يعني بيلعب في نادي كبير وبيجيب اجوان وبيشرفنا والنادي الفلاني عايزه والنادي الفلاني عايزه. كنا مبسوطين جدا جدا بالفتره اللي بيلعب فيها احمد حسام برضه. اول ما بدا يدش الاكونت بتاعه على تويتر بدا يرد على الناس بنفسه، وبدا يرد عليهم وبدا يغلط فيهم وهم يغلطوا فيه، ومشاكل مع صحفيين ومع جمهور عادي خالص، ناس عاديه جدا ترد عليهم. يعني يا سيدي حتى لو هم الناس دي بتغلط، يعني انت ما تعرفش اللي قدامك ده عقليته عامله ازاي ولا تربيته عامله ازاي ولا نشأته عامله ازاي. ليه تكون زيه؟ ليه تنزل ان انت تنزل لحد المستوى ده؟ طب انت المفروض يكون انت راجل يعني يقتضى بيك ان انت لعيب بتلعب منتخب مصر وبتلعب لنادي الزمالك، والمفروض انك لعيب مهم في المنتخب زي ما انت لعيب مهم في ناديك. ليه تنزل بالمستوى بتاعك ان انت تطلع لسانك؟ ما انت طبيعي انت هتطلع لسانك هيغلطوا هم كمان، فتبدا انت كمان تغلط. مش هنخلص، مش هنركز كده في المنتخب. انت كده هتركز مع اللعيبه ومع ما تركز مع الجمهور، ومش هتركز في الماتش خالص، ولا هتركز في الملعب، ولا هتركز في اي حاجه. احنا من ساعه اللي انا بقول عليه مع احمد حسام ميدو كان ساعتها بيلعب في نادي ميدلسبرا على ما اعتقد، وبدانا نخش بقى في تصريحات ان اصل وزنك زايد، اصل مش عارف ايه، ويشتموا بعض وبينتقدوا بعض وكلام كتير كده. من ساعتها ما شفناش احمد حسام ميدو. رجع من ميدلسبرا على نادي الزمالك وسافر تاني، راح لعب في نادي درجة تانية، وزنه زاد اكتر، رجع تاني على نادي الزمالك، وخلاص الموضوع بالنسبة له انتهى. بقينا بنسمع عن احمد حسام ميدو في تويتر بس، ما بنسمعش عنه في الملعب حاجة خالص. وعندنا النموذج التاني طبعا ابراهيم سعيد. محدش يختلف على موهبة ابراهيم سعيد كلاعب كرة في مصر، ما جاش زيه. لعيب بامكانياته وقدراته البدنية يعني لعيب كان بيعمل كل حاجة في الملعب، لكن لم يستثمر موهبته على الاطلاق. كان برضه من اول بدايته، من اول ظهوره في الحياة الكروية، بدأ كان مشهور بان هو بيحب يرد على الناس برضو نفس طريقتك كده يا كابتن باسم، واللي يقول له انت سابق شعرك يارده يغلط فيه، وينزل له الماتش اللي بعديه سابقه له لون يعني اصعب من اللي قبليه ومش عارف ايه
وما كانش مركز في الكوره خالص، حتى فكر يحترف، فشل في كذا تجربه احتراف، في كذا، من اول الدوري الانجليزي فشل، مرورا بدوري تركي فشل، كل الدوريات اللي فكر يلعب فيها ابراهيم سعيد بعد كده فشل، لانه ما بيركزش في الملعب. مهما كانت امكانياتك ومهما كانت قدراتك، اهم حاجه التركيز، وده ما ركزش في الملعب، فمن الطبيعي ان هو ما ينجحش. وبعد كل دوت اهو ساب الكوره وراح اتجه للرقص. باسم مرسي انت في اختبار، يعني انت حتى انا لما شفتك طلعت على الفضائيات كان نفسي ان انت تعتذر عن الواقع، تقول خلاص يا جماعه انا غلطت وسوري ما تزعلوش مني، انا اسف ومش هكرر ده تاني، وبس انا الناس استفزتني. ساعتها كنا نتقبل الموضوع، يعني مفيش عادي، مفيش حد فينا ما بيغلطش، مفيش حد ما بيعملش حاجه غلط، وشيء كويس ان انت تطلع وتقول لا انا غلطت ومش هعمل كده تاني، والموضوع انتهى، وتفتح صفحه جديده مع نفسك ومع الجمهور. حتى هسيدي اللي انتقدوك ساعتها شوفوك بتعتذر هيسكتوا، مش هيتكلموا، مش هيقولوا عليك ضعيف، لكن انت اصريت ان انت لا انا عندي وعدي، انا زي ما انا، وانا اطلع بقى احتفل براحتي، وانا اتصور بقى فلفل، اتصور مش عارف ما مش عارف يا كده. ان انت بتعمله ده مش فكره، مش فيك انت، الفكره كلها في منتخب مصر. يعني احنا بنحاول نوفر له كل الامكانيات علشان خاطر منتخبنا يرجع تاني، لكن تعاملك مع بالعقليه دي حاجه صعبه، ما كنتش يعني ما اتمناش اشوفها من لعيب مصري. عندنا عقليه لعيبه كتير جدا، يمكن من مشكله اللعيب المصري بشكل عام او معظمهم، عشان برضو التعميم مرفوض، عقليه اللعيب المصري يعني صعبه شويه. في عوامل كتير بتاثر على اللعيب المصري، في العامل الثقافي، وفي العامل الاجتماعي، وفي يعني في كذا عوامل بتاثر عليه. ولاعيبه كتير جدا رغم مهاراتهم او رغم امكانياتهم واساميهم فشلوا في الاحتراف بره مصر بسبب كده. يمكن كان معانا الكابتن وائل عبمولة في وقت من الاوقات، كابتن وائل عبمولة اللي ما يعرفوش هو من افضل اللاعبين في مصر الكره الخماسيه، وحصل على المركز السادس على مستوى العالم، وناس حققوا. الراجل ده احترف بره مصر لسنوات عديده، ودرب فيما بعد بره مصر برضو. جه لما طلع معانا على الهوا دخل في مداخله معانا، قال لنا ان افضل المهارات بتكون طالعه من مصر. قال لك من افضل اللاعبين اللي شفتهم في حياتي او اللي موجوده على مستوى العالم هو اللاعب المصري. بس احنا المشكله عندنا المهاره وبنكتفي بيها، ما بننميهاش بالعوامل الاخرى. عندك العوامل الثقافيه والعوامل اللي بتنجحك في حياتك، وتبدا تعمل لك تكامل ان انت تكون لعيب تقدر تنجح في المجال دوت او في الخطوات دي. فما فيش عندنا، احنا بنكتفي بالمهاره وبنقعد ننمي بس فيها، لكن مش دي كفايه. بالله اللعيبه بمجرد مع اي موقف بيحصل لها بتفشل في التعامل مع، حتى لو مع جمهور. انت لو قابلت لعيب ممكن قابلته في الشارع وانتقدته، وانا كده لو شفتك يعني لو شفت باسم مرسي في الشارع وانتقدته، مش بعيد عليه بيغلط فيا. ما هو الراجل اذا كان بنتقده على الفيسبوك بيطلع لي لسانه وبيمسك لي فلفل احمر، اما لما اشوفه في الشارع واقول له بقى انت كنت وحش او انت ما ينفعش او وات ايفر، مش بعيد الاقيه بيغلط فيا ويسيبني ويمشي، ولو راكب عربيه يدوس عليا. ما هو ده اللي ناقص. انما ما شفتش ازاي بيتعامل مع الموضوع ده. حتى لما بيسافروا بره مصر عندنا نماذج كتير، يمكن ابرزهم عمرو زكي اكتر لعيب يعني حقق نجاح في وقت قليل جدا في الدوري الانجليزي. كان بيلعب في ويجن الانجليزي، كان بمعدل كل ماتش بجون، ما كملش ليه؟ يعني برضو تصرفات غريبة. يجي مصر الأجازة بتاعته مثلا 3 أيام، يكمل الأسبوع، يقعد 10 أيام يروح مكملهم 20 يوم وما سافرش وخلاص. فين عمرو زكي دلوقتي بعد ما كان من هداف أفريقيا ومن أفضل اللاعبين على مستوى مصر كلها في أفريقيا؟ أهو حاليا في نادي المقاولين وما بيلعبش، على طول مصاب وعلى طول ركبته وجعاه. نتمنى له الشفاء ونتمنى له نشوفه مرة تانية. حسام غالي نجم النادي الأهلي، كذا تجربة احتراف ليه فشلت. في توتنهام الراجل وهو خارج راح قلع التيشيرت وراح رماه في وش المدرب. دي رغم ان حسام غالي اصلا من اللعيبه اللي كمان متعلمه كويس. يعني انا على المستوى الشخصي اعرف يعني متعلم ومثقف وفاهم كل حاجه، بس اهو برضو تصرف. خرج المدرب غيره وهو خارج قلع الفانيلا راح رماه في وش المدرب. رجع على مصر، وحتى تجربة احتراف لما كان الدوري واقف راح لعب في نادي ليرس البلجيكي اللي هو النادي اللي تبع نادي وادي دجلة المصري.
ومحققش فيه اي نجاح ولا قدر ان هو يثبت رجله في اوروبا تاني. عقليات صعبة شوية. برضو محمد ناجي جدو من النماذج اللي ما حققش النجاح المطلوب، رغم ان هو برضو قعد فترة مع هال سيتي بيجيب كل ماتش جون وكل ماتش جون والموضوع ماشي معاه كويس. لكن الناس قالت لي الاصابات، ماشي، ما مش الاصابات لوحدها. محمد ناجي جدو اول ما سافر كان عنده مشكلة في اللغة، ما كانش عارف يتعامل مع كل اللي حواليه، رغم ان كان معاه في الفريق المحمدي وده اللي ساعده كتير، وكان معاه احمد فتحي اعتقد برضو في نفس الفترة. لكن محمد ناجي جدو في اول ما سافر عنده مشكلة في اللغة، ما كانش عارف يتعامل مع الناس خالص، ولا كان عنده قابلية ان هو وكان منكمش كده حوالين نفسه، لحد ما احمد فتحي واحمد المحمدي قدروا ان هم يدخلوه في المود شويه. شيكابالا احرف لعيب في الكره المصريه ما فيهاش كلام، هو شيكابالا غزال الكره المصريه زي ما جمهور الزمالك بيناديه. فين شيكابالا دلوقتي؟ قاعد في البيت، يا اما تلاقيه سهران هنا وسهران هنا. بداية مشكلة شيكابالا الراجل طبيعي ان انت اول ما بتسافر مش هتلعب بره، مش زي هنا بيجيبوا اللعيب يلعب على طول، لا هناك بره الموضوع بياخد وقت شوية، بيبدأ يدخلك في عشان الانسجام بتاع الفريق، فبيبدأ يدخلك واحدة واحدة لحد ما توصل لل 18 اللي في السكور، بعد كده يبدأ يحطك في الفريق اللي هناك في دوري اسمه دوري الرديف، بتبدأ تلعب فيه، مشيت كويس وحققت المطلوب منك، ترجع تخش جوه ال 18، تبدأ واحدة واحدة. يعني الموضوع بيبقى محتاج وقت يعني بره شويه لحد ما تدخل الفريق الاول، ما بتاخدش كمان ماتش منه، بتبدا تاخد 10 دقائق، في 5 دقائق، في ربع ساعه، في شوط، في ماتش كامل. ما استحملش كل ده. رجع كانوا بيلعبوا نادي الاتحاد السكندري هنا في الاسكندريه احتفالا بمئويه نادي الاتحاد، وقال لهم طب انا هروح بس كده وهحصلكم، وما رجعش معاهم وخلع، ولحد يومنا هذا موجود في القاهره. وبرضه نفس الفكره، نفس الموضوع عمل لاعب محمد ابراهيم نجم نادي الزمالك الناشئ، عمل نفس الموضوع برضه ده، ان في النادي البرتغالي بتاعه نفس الموضوع عمله. طب انا ما بلعبش، طب انا هلعب، طب انا راجع مصر وجاي تاني، وراح جه وما رجعش تاني. فاللي انا عايز اقوله ان عقليه اللعيب المصري لازم تكون اعلى من كده عشان نقدر نعيش في حياه. يعني خدها قاعده ليك يا سيدي، طور من نفسك. مش مشكله ان انت تكون موجود في محيط مش متعود عليه. انت دلوقتي راجل بقيت نجم. باسم مرسي كان لعيب بيلعب في نادي انبي، والنادي الانبي استغنى عنه، راح لعب في نادي الانتاج الحربي. بدأ مع نادي الانتاج الحربي يثبت نفسه كلاعب، كان من افضل اللاعبين الموجودين مش بس في نادي الانتاج الحربي في الفتره دي، لا كان برضو على مستوى مصر كلها كان مميز جدا ولفت الانتباه ليه بشده، ويعني كل الناس كانت بتتمنى ان باسم مرسي يمضي معاه. راح نادي الزمالك، من افضل الصفقات اللي عملها نادي الزمالك، بيلعب وبيجيب اجوان وكل حاجه تمام التمام، وراجل يعني الجمهور بيسانده بكل قوه. لكن مش من المعقول ان انت تطلع بمجرد ما حد بينتقدك ان انت تغلط فيه وتطلع لسانك وترد على الناس. لا، انت عشان تكون لعيب ركز في مع منتخبك، ركز مع النادي بتاعك. بعدين باسم مرسي لحد دلوقتي انت ما حققتش اي بطوله. احنا مش حدش بيقول ان هو بيقارنك بابو تريكه، ولا حد بيقول ان طبعا ابو تريكه قيمه كبيره عند مصر كلها، مش عند جمهور النادي الاهلي بس، فما حدش قال ان هو بيقارنك بيه. فمن الطبيعي ان انت تكون عارف حاجه زي كده. وانت قلت ان انا ما بحترم الكابتن محمد ابو تريكه. طبعا معانا علي عسليه من اشد المعجبين بالنادي الاهلي، وبيتمنى يقول لك لا ياخد الدوري. على مسؤوليه علي عسليه يا جماعه القرار دوت، وهنشوف في نهايه الدوري اذا كان الاهلي فعلا هياخده ولا لا. والنادي الزمالك هو متصدر في الوقت الحالي بفرق 5 نقاط عن المركز عن انبي. لكن هو الدوري ده محتاج نفس طويل، ان شاء الله. وان شاء الله نشوف دوري قوي بالنسبه للدوري المصري. قبل ما اقفل وانهي الحلقه، انا حابب باسم مرسي عشان نقفل الحلقه خالص. ركز في الملعب، هتكون من افضل المهاجمين الموجودين في مصر. لو ركزت مع اللي بينتقدوك هتشوف لك حل من الاثنين. لو ليك في البيزنس هتروح لميدو وتعمل زي احمد حسام ميدو، مالكش هترقص زي ابراهيم سعيد. الى اللقاء، حلقه قادمه ان شاء الله. استنونا يوم الاربعاء من 8 ل 9 برنامج عيشها كوره. بشكر هندسه الصوت
إخراج المهندس مصطفى أحمد. وبشكر فريق الإعداد معايا جدا. إن شاء الله استنونا الأسبوع الجاي من 8 ل 9 يوم الأربعاء، وإلى اللقاء. دلي وانا معاه من قلبي بغني وانا معاه، ده حبيبي اللي انا بتمناه واحلم بلقاه. دلي وانا معاه من قلبي بغني وانا معاه، ده حبيبي اللي انا بتمناه واحلم بلقاه. دلي وانا معاه من قلبي بغني وانا معاه، ده حبيبي اللي انا بتمناه واحلم بلقاه. وقرب منه هواه خدني وياه وانا وياه، لما تكون عيني شايفاه ما بقولش غير الله. وقرب منه هواه خدني وياه وانا وياه، لما تكون عيني شايفاه ما بقولش غير الله.